كاليفورنيا بيقولوا عليها أرض الأحلام والفرص. وبعد الحرب مباشرة ابتدى بقى الأمريكان ينقلوا أكتر على المكان ده. كاليفورنيا هي أرض الذهب. الحق ده في ذهب في المكان ده، الجبال دي مليانة ذهب، الأراضي دي مليانة ذهب. أحلى طقس في أمريكا ممكن تشوفه. عندك 250 يوم الشمس طالعة فيهم في السنة. ولاية كلها فلوس. هي أكبر اقتصاد موجود في أمريكا. فيها أعلى أجور في أمريكا، ممكن ياخد $20 كحد أدنى. ومميزات تانية كتير اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات، لكن اللي هنتكلم عليه النهاردة هو الجانب السيء ليها. عيوب كاليفورنيا. ومن أقوى بقى عيوب كاليفورنيا إن هي غالية جدا جدا جدا. كل حاجة فيها غالية، الضرايب غالية، المعيشة غالية، عشان تروح تشتري حاجات كده من السوبر ماركت هتلاقي الحاجات غالية، البنزين غالي، كل حاجة فيها غالية، حتى ضريبة الدخل برضو غالية، ضريبة المبيعات غالية. للأسف كل حاجة غالية في كاليفورنيا، وهو ده أكتر حاجة بتخلي الناس تهرب من كاليفورنيا. رغم ان احنا اتكلمنا على حاجات حلوة جدا زي الطقس مثلا والأماكن والمناظر والفسح وكل الكلام ده، لكن موضوع الغلو ده بيخلي الناس تجري تروح على ولايات تانية. وهدي لك نصيحة أنا في نهاية الفيديو يا ريت تسمعها، عشان لو بتفكر إن أنت تنقل كاليفورنيا اسمع الفيديو للآخر عشان تعرف ممكن ده يبقى اختيار مناسب ولا لا. الغلو كمان ما طالش الأكل والشرب والحاجات دي، لا ده كمان حتى الإيجارات، المكان اللي أنت عايز تعيش فيه اللي هو مثلا 4 حيطان ممكن تلاقي نفسك بتدفع بال2500 وال3000 في الشهر على أوضة أو أوضتين، طبعا على حسب اللوكيشن بتاعها فين. فهي غالية جدا. ولو ربنا كرمك وابتديت إن أنت تفكر إن أنت تشتري بيت، فأنت بتتكلم مثلا من أول 750,000 فيما طالع. يعني البيوت اللي بالملايين دي بقت حاجة عادية جدا في كاليفورنيا. رقم مليون ده مش رقم كبير زي مصر بالظبط، بس الفرق ما بين شقق مصر ممكن تلاقيها ب1 و2 مليون جنيه، لكن هنا هتلاقيها ب1 ومليون ونص دولار، فطبعا فرق كبير جدا. وتاني برضو حاجة ملحوظة هنا في كاليفورنيا هي كمية المشردين. كمية مشردين كتيرة جدا، كل حتة حوالين الداون تاون وفي المدن الكبيرة لازم هتلاقي في ناس كده قاعدة وفرشة وهو ده بيتها دلوقتي. تلاقيه مغطي مثلا مكان كده بمشمع او حاجه عشان خاطر الشمس او عشان اي مطر، وقاعد جوه بيسترزق بقى، حد يعطف عليه باكل، حد يعطف عليه بهدوم، هو ورزقه. وطبعا ده ممكن يكون سبب كبير بسبب الغلو اللي عايشه في كاليفورنيا. الناس مش قادره تعيش، ولا عارفين يدفعوا ايجاراتهم، ولا عارفين يدفعوا فواتيرهم، ولا عارفوا ان هم يحوشوا اي حاجه عشان بس تسندهم في الايام السواد دي. الناس ملهاش ملجأ غير في الشارع. وبالمناسبه موضوع التشرد ده او ان انت تبقى هوملس دي مش جريمه في كاليفورنيا، انت ممكن تعيش وتفرش ومحدش هيقول لك حاجه. ده على حد اهل كاليفورنيا ما قالوا لي. فتلاقي من ناحيه بيوت فخمه جدا او اماكن سياحيه او عربيات جنبك فارهه بتعدي، وعلى الرصيف الناحيه الثانيه ناس مشرده قاعده لا لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب ولا بتشتغل ولا بتعمل اي حاجه، هم بس قاعدين في الشارع. وده طبعا بيعلي نسبه الجريمه، فتلاقي نسبه الجريمه عاليه في كاليفورنيا عن ولايات تانية. واحد مشرد منتظر ان هو يعمل معاك ايه؟ هيخطف شنطه، يخطف موبايل، يعمل اي حاجه عشان لو بيشرب مخدرات ولا بيشرب كحول ولا حتى عشان ياكل. ففي ناس كتيره قوي بتبقى ماشيه مثبته في عيالها في المناطق دي، مش بقول كل كاليفورنيا لكن في المناطق اللي بيختز فيها المشردين بيخافوا على نفسهم منها. لان طبعا الموضوع مش موضوع فقر وبس، انت موضوع الفقر ده ممكن يخلي دماغك تضرب مثلا، او بسبب المخدرات اللي انت بتشربها تلاقي نفسك بتعمل افعال انت مش قادر تتحكم فيها، وده طبعا هيضر باللي حواليك. وعشان كده الناس اللي بتشوف المناظر دي تبقى خايفه على عيالها وعلى نفسها. والعيب الثالث هو الزحمه الرهيبه. زحمه رهيبه جدا في المناطق برضو الحيويه في الولايه. يعني لوس انجلوس مثلا دي عشان تاخد فيها ميعاد وتروح لواحد مثلا، المشوار مثلا ممكن تلاقيه على الGPS عامل 15 دقيقه، 20 دقيقه، 30 دقيقه. لا اعمل حسابك بقى ان انت ايه، يعني ساعه، ساعه ونص كده وطالع، لان اي حادثه ممكن تحصل في اي وقت. وخصوصا ان السواقه هنا مش حلوه، الناس كلها بتجري وكله فرحان بنفسه والشوارع واسعه بتاعت الهاي واي وكده. ودايما ممكن تلاقي في النيوز مثلا ان في عربيه بيتم مطاردتها زي ما كنا بنلعب GTA والكلام ده. الكلام ده موجود وفي الحقيقه تلاقي الطياره كده من فوق بتصوره و50 عربيه بوليس بتجري وراه، محدش عارف يلحقه، او بيحاولوا يعني ان هم يزنقوه في حته معينه عشان ما يخربش الدنيا. فبرضه موضوع السواقه مش الطف حاجه. خد بالك وانت بتعدي، خد بالك وانت بتسوق، خلي عينيك حوالين نفسك علشان برضه تحمي نفسك واللي معاك من اي ضرر ممكن يحصل. وبرضه ده مش حاجه شامله على كل المكان، لكن هتلاقيها موجوده اكتر في سان فرانسيسكو وفي لوس انجلوس. وزي ما اتكلمنا على الغلو واتكلمنا على الغلو البنزين، وبقول لك موضوع الزحمه، فانت لازم تعمل حسابك ان انت هتدفع بنزين اكتر من اي حد.
مش بس عشان سعره، لا عشان انت في الغالب قاعد في الاشاره مريح شويه، عمال تحرق في البنزين لغايه ما الاشاره تفتح وربنا يكرمك وتعرف تعدي وتروح مشوارك. فدي برضو تكلفه اضافيه يعني مش مفروض يعني ان احنا نعمل حسابنا عليها، لكن للاسف هي موجوده في كاليفورنيا. ومن مساوئ برضو كاليفورنيا التانية هي الكوارث الطبيعيه. بتمتاز كاليفورنيا بالزلازل، يعني ممكن في اي وقت كده تحس في هزه معينه هتتنفض هتتوتر، ايه اللي بيحصل؟ هيقولوا لك لا ده زلزال، لكن بعد شويه وبعد ايام وبعد شويه شهور هتتعود وتاخد على الوضع. فالموضوع ده ممكن يكون مرعب لناس كتير، بالذات الناس اللي عاشت في الفتره بتاعه الزلزال بتاعنا اللي كان في حاجه و90. ناس كتير مننا مش واخده على الموضوع ده، فكانت مرعوبه ايه اللي بيحصل، العماره بتقع ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. ده نفس الشعور اللي انت هتحس بيه كل فتره كده معينه وانت موجود في كاليفورنيا. وده بسبب ان كاليفورنيا موجوده على صدع كده معين بتاع القشره الارضيه، ده بيساعد ان موضوع الزلازل يحصل بشكل متكرر. ومن ضمن الكوارث الثانيه اللي موجوده في كاليفورنيا برضو هي الوايلد فاير او حرائق الغابات. حرائق الغابات دي حاجه يعني انا يعني مش عارف ايه اللي بيحصل فيها، لان ما بيعرفوش يسيطروا عليها. النار بتنتشر انتشار رهيب جدا في وقت قصير جدا، بتدمر بقى معاها اي بيوت موجوده في نفس المنطقه دي، اي مناطق زراعيه، كل الشجر. يعني اكيد انتوا شفتوا الكلام ده في الاخبار، وان الشجر الكبير الاخضر طالع منه نار، الناس مش عارفه تعدي منه، فطبعا في ناس ممكن تموت تختنق، حتى مش لازم حتى تتحرق. فالموضوع يعني مأساة، تبقى مأساة كبيرة قوي لما بتحصل. فده برضو من ضمن العيوب بسبب الجفاف بتاع الجو، وان الشجر ممكن في فتره من الفترات يحصل له جفاف او ما فيهوش ميه كتير في الاوراق بتاعته، فطبعا الاشتعال بيبقى سريع والنار بتنتشر بسرعه. الجزء اللي ورايا ده عباره عن جزء من حيطه بتاعه برلين، الجزء اللي كان بيفصل ما بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. انا مش عارف هم ليه جابوه هنا، بس هو ذكرى يعني للحرب وكده اللي حصلت في المانيا. نصيحه ختاميه بقى عايز اقول لك عليها لو انت بتفكر ان انت تنقل كاليفورنيا. بص يا سيدي، في كام نقطه محتاجك ان انت تفكر فيهم كويس جدا. اول حاجه زي ما قلت لك، الحياه هنا غاليه قوي، فلو انت ما عندكش دخل كويس او وظيفه بتقدم لك دخل محترم، سواء انت متجوز او مش متجوز، عشان تقدر تعيش بيها وتكفي احتياجاتك الشهريه، فاكيد كاليفورنيا دي مش مناسبه ليك. دي نمره واحد. لو لغتك الانجليزي مش كويسه وما عندكش صنعه كويسه او ما عندكش اكسبيرينس كويس او كارير في اي حاجه، ما تجيش كاليفورنيا، لان مش هتعرف تعيش. لان زي ما بقول لك الحياه هنا غاليه جدا، ايجار او مورجج عشان تشتري بيت، او علشان مثلا حتى تاكل وتشرب، عشان تروح من مشوار لمشوار وتستهلك بنزين وتجيب عربيه، وكل الكلام ده الحاجات دي مكلفه جدا جدا جدا. وده كان السبب الرئيسي اللي يخلي ناس كتيره قوي من الجاليه العربيه، مصريين او غيرهم، ان هم يرجعوا تاني يا اما مصر يا اما يروحوا ولايات تانية. تمام، روح كده دور في الجروبات اللي على الفيسبوك وكده بتاعت المصريين مثلا اللي عايشين في امريكا، واتفرج على كميه وحجم الناس، عدد كبير جدا منهم بيقول احنا عايزين نسيب كاليفورنيا، نروح فين تاني؟ نروح تكساس ولا نروح نيويورك ولا نروح فلوريدا ولا نروح نورث كارولاينا ولا فين؟ فالناس بتروح على سمعه كاليفورنيا ان هي حاجه عظيمه، ودي حقيقه طبعا، لكن الحلو ما يكملش، لان عشان تدفع ثمن الحاجه الحلوه اكيد هتبقى مكلفه. الحاجه الغاليه دايما قيمتها فيها، فمش اي حد يقدر يعيش ويسرفايف في كاليفورنيا. فحط المعلومه دي في دماغك. كاليفورنيا في رايي لا تناسب ابدا اي مهاجر جديد. لازم تبقى موجود في البلد، عندك خبره، عندك صنعه كويسه، حرفه. مش بقول لك لازم يبقى عندك شهاده كبيره، طبعا دي حاجه كويسه. فلو انت شغال مثلا كهربائي او ميكانيكي او حتى نقاش، بس انت راجل فنان وشاطر في شغلتك، هتبقى مطلوب اكيد. حتى لو الانجليزي بتاعك ضعيف شويه هم هيظبطوك. لكن لو ما عندكش اي حاجه من دول، لو مش مميز في اي حاجه من دول، فارجوك ما تضيعش وقتك وتضيع فلوسك ومجهودك وتحرق في دمك. كاليفورنيا مش هتناسبك، شوف حاجه تانية غيرها، وبعد كده لما يبقى عندك مستوى معين من الاكسبيرينس او الخبره ساعتها بروح لو عايز. وتاني نصيحه حابب اقولها لك، انت لو مش راجل فرفوش مثلا وبتحب الخروج والفسح وتتفرج هنا وهنا وتتنطط من هنا وهنا، لو انت راجل بيتوتي يعني وبتحب تتفرج على التلفزيون وبس، هو ده متعتك، فاكيد برضو كاليفورنيا يعني ما تناسبكش. لان المشكله ان انت هتروح تدفع ايجار، هتدفع مورجج، هتدفع ضرائب كتيره على حاجه انت مش بتستفيد بيها. انت لا بتروح ولا بتيجي، انت راجل قاعد في بيتكو عمال تتفرج على التلفزيون وخلاص. طب ايه لازمتها بقى؟ اقعد بقى في نورث كارولاينا ولا اقعد في فلوريدا ولا اقعد في اي حته ثانيه ارخص من كاليفورنيا. ففكر ان انت تحط فلوسك ومجهودك ووقتك وكل الكلام ده في مكان انت تبقى شايف ان هو من كل الجوانب بتاعته هو حاجه مناسبه ليك، هو حاجه انت عايزها، بتناسب الشخصيه بتاعتك وهتخليك سعيد اكتر.
واخر حاجه، انتوا طلبتوا عدد مهول من الولايات ان احنا نتكلم عليها. طبعا انا مش عارف الفيديو الجاي هيبقى عن ايه، مش انا اللي هختاره، انتوا اللي هتختاروه. فعشان كده في الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده هكون انا عملت تصويت، وانت بس محتاج تخش تختار وتدي تصويتك على الولايه اللي انت نفسك تسمعها في الفيديو الجاي. وبرده لو الفيديو عجبك ممكن تعمل لايك او سبسكرايب، وقول لي برده في الكومنتس تحب تعيش في كاليفورنيا ولا لا. وبكده نكون خلصنا، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.